السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم سنة تالتة؟ ايه الأخبار؟ في الحقيقة كده هو الفيديو ده مش لتالتة بس، ده الأولى وتانية وتالتة ثانوي وأي حد بيتابعني أصغر من كده. في الأول بس عايزة أقول حاجة، أنا آسفة جدا جدا على التأخير، بس الفيديو أصلا اتصور في ميعاده لكن في المونتاج اتمسح، وأنا طبعا يعني جدولي بجد بجد على المسطرة، مقدرتش أصور قبل أجازة الأسبوع، فاعذروني جدا. ويلا بقى بدون مقدمات نبدأ على فيديو مهم جدا جدا، وإن لازم أي حد يسمعه، ولازم أي حد لازم يسمعه كده بهدوء ويركز فيه عشان كل نقطة مهمة. ليه بقول إن المراجعة مهمة جدا؟ لأن أنا أعرف ناس شخصيا ذاكروا حوالي 70% كده في أول السنة، والمراجعة لمت الدنيا كلها عندهم، وما شاء الله هم دلوقتي في الكليات اللي هم عايزينها. فالمراجعة يعني كنز، واللي ما يعرفش يستغله هيضيع كتير. أول حاجة أنا هقولك أنت بتذاكر إزاي. أنت مثلا جبت الكتاب قدامك، قلت مثلا الدرس ده هقدر، مسكت تقرا فيه 1 2 3 4 وتسمع لنفسك وهكذا، وبعد كده دخلت على الحل. طب هل دي طريقة صح للمراجعة؟ هي مش غلط، لكن مش effective، مش هتجيب معاك نتيجة كويسة، مش هتجيب معاك النتيجة اللي احنا عايزينها، مش هتجيب آخرها في المراجعة زي النهاردة. طب ايه بقى الطريقة الصح؟ اللي أنا كنت بعمله إن أنا مثلا هراجع وليكن درس الهرمونات في الإنسان، أجيب الكتاب قدامي ومبصش على الداتا اللي قدامي، بمعنى ان انا فاتحاها وعيني مش عليها، عيني مثلا على الحته اللي قدامي دي، عيني على اي حاجه، قلب الكتاب على وشه، اي حاجه، المهم ان انا مش باصه على الكتاب. طب وبعدين ابدا اقول في مخي كده مثلا انا هراجع الغدد، تمام، هبدا بالنخاميه في ذهني كده وانا مش باصه خالص، ابدا اقول النخاميه هي المايسترو، فصين، فص امامي وفص خلفي. الفص الخلفي بيفرز اكستوسين و ADH، الامامي بيفرز ال ACTH وال TSH، وهكذا. ابدا اقول من الذاكره، من اللي انا فاكراه من مذاكرتي، ومش انا كنت ذاكرت الاول، مش انا كنت حليت وطبقت ووعدت مع المدرس والحاجات اللي وقفت فيها شفتها، معنى كده ان المعلومه عندي، فانا هشوف دماغي جايه منها قد ايه، هستحضر منها قد ايه. كل ده قبل ما ابص على الداتا اللي معايا. اللي انت بتعمله ده بيديك 3 فوائد مع بعض. اول فايده بيعمل لك زي برين ستورم كده. طب تاني حاجه، انت هتعرف انت ذاكرت ولا لا. ازاي؟ انت لو ما كنتش ذاكرت صح في الاول، خلاص مش هتلاقي معلومات حاضره في دماغك، وهتعرف ان طريقه مذاكرتك غلط، فمش هتكمل على الطريقه دي. طب تالت حاجه والاهم بقى، هتعرفك ايه الحاجات اللي انت مش واخد بالك منها، وايه الحاجات اللي انت حافظها. يعني احنا لما بنيجي نراجع بالطريقه التقليديه، انا بدي اللي انا فاكراه زي اللي مش فاكراه من مجهودي، وده مش عادل، ده مش فير، ان انا حاجه فاكراها وحافظاها اديها مجهود ليه زي حاجه انا مش فاكراها. فهي فايدتها في النقطه دي، الجزئيه دي تمام انا قلتها صح، خلاص ما ارجعلهاش تاني بقى واديها مجهود زياده. طب الجزئيه دي لا، انا كنت ناسي فيها النقطه دي والنقطه دي، دول اكتبهم وعلقهم عندي، وعلى اخر اليوم اتاكد تماما ان هم دخلوا دماغي. بلس ان في حاجه كمان انتوا مش واخدين بالكم منها، ساعات بيبقى في حاجات داخله مخنا غلط. الطريقه اللي انا بقولها لك دي البرين ستور، دي بتخليك الحتت دي تبان، لا دي قلتها كذا وهي كذا، لا طب عيد عليها بقى، طب اطلعها في جنب. الطريقه دي فعاله جدا جدا جدا، وهتأثر معاك وهتلم معاك حاجات كتير. طب دي المواد النظريه زي الجيولوجيا، زي الاحياء، زي المدارس الادب مثلا، دي الحاجات اللي هتحتاج ايه كلام. حتى الجزء النظري من الفيزياء برضو اعمله بنفس الطريقه. طب المسائل بقى والكيمياء والحاجات دي اعملها ازاي؟ انا بشوف المسائل المحلوله اللي هي اصلا امثله في الكتاب وبقراها، بشوف كان بيحل ازاي، وبعد كده اشوف المسائل اللي انا معرفتش احلها واشوف اتحلت ازاي. واكيد انا طالما انا اللي كاتبه الحل ونقلاه، اكيد انا هفتكر وابدا احل. طب لقيت الدنيا بايظه، ارجع بقى اشوف شرح فيديو او اشوف النظري، على حسب بقى، يا اسمع الشرح تاني على سرعة مثلا 2 أو 1.5، يا أرجع للنظري أو النوتس اللي أنا كنت كاتباها أتوقع. ده بالنسبة للمواد النظرية والمواد اللي فيها شغل زي ايه، زي الفيزياء والكيمياء. طب في برضو حاجة واتسألت فيها كتير، فوكاب المعاصر والاكسبريشنز والحاجات الكتير قوي قوي اللي بيجيبها دي، هل تتحفظ؟ اه تتحفظ. ليه؟ لأنك هتسأل عليه، يعني دي مش محتاجة حاجة، هو يتحفظ لأنك هتسأل عليه. طب أنا بحفظه وبنساه، بحفظه وبنساه، أنا كنت كده برضو، ولحد ليلة الامتحان أنا براجع 95% بس أنا اللي حافظة، وال5% الباقيين محفظتهمش. طب ال95% دول جم منين؟ من التكرار. كل ما كنت براجع الوحدة بمسكهم أراجعهم. وهقول لكم على حاجة أنا متأكدة يعني إن 99% اللي قاعدين قدامي دلوقتي مش بيعملوها.
انا كنت بخبي العربي مش الانجليش. دي يعني مش عايزه اقول لكم فرقت معايا جدا. ليه؟ انت بتخبي الانجليش ليه؟ اولا الامتحان هيجيلك انجليش، فانت عايز تختبر الانجليش ده انت فاهمه ولا لا. انا فاهماه خلاص، يعني حتى لو انا فاهماه كمعنى مش كمعنى عربي، انا كده كده الامتحان هيجيلي انجليش، فانا طالما فاهماه خلاص. انا بخبي العربي بشوف الانجليش انا فاهمه معناه، خلاص اقعد اتعب نفسي ليه؟ لما بتخبي الانجليش بتعمل لدماغك اجهاد. اجهاد ليه؟ لانك انت عايز تحولها من لغه للغه، انت بتنقلها من لغه للغه. انما انت لما بتخبي العربي بتقولها شوف الانجليش ده معناه حاضر في دماغك ولا لا. يعني مثلا انا لما قلت هاوس دلوقتي اترسم في دماغك صوره بيت، ما جاش في دماغك بيت، يعني ما تترجمش، اترسم صورته. ده اللي احنا عايزين نعمله، الصورة تترسم في دماغنا أو المعنى يدخل في دماغنا من غير ما نقعد بقى ده بيت يعني هاوس. انت عملية اللي انت بتنقل من لغة للغة دي بتاخد وقت، وده اللي بيخلي فيه بطء. حاول لو انت ما كنتش بتعمل كده، حاول تخبي العربي وشوف الدنيا هتبقى اسهل كتير والله، والكلام الانجليش هيلزق في دماغك. ده كان بالنسبة لفوكاب المناصب. وبرضه طريقة مذاكرة الكلمات الكتير والكلام ده كله، أنا كنت بعمل إيه؟ زي ما بقولك أنا كنت براجع كتير، زائد ان انا كنت بحفظهم بدري. يعني كنت بخليهم اول حاجه تدخل مخي كده، عشان يعني دماغك بتبقى فاضيه، اللي بيدخل بيلزق. تمام، يعني عشان برضو ايه اللي سالوني وانا بصراحه يعني مش عارفه اعمل لهم فيديو لوحده. فالانجليش كده، وهكذا برضو اللغات زي الفرنش او اي حد بياخد لغه تانية. تمام. عشان بقى نلخص طريقه المذاكره عشان ما تتوهوش، اول حاجه انا هجيب الحاجه اللي قدامي، مش هبص على الشرح، انا هقول من دماغي الاول، واللي انا فاكراه خلاص هعدي، واللي انا مش فاكراه هحفظه وبعدين هكتبه جنبي في ورقة. طول اليوم هعدي على الورقة دي بعيني، عشان آخر اليوم أجي أقول تشيك خلاص الحاجات دي دخلت، مش هحتاج أشوفها تاني. تمام. طيب لما نيجي نحل، راجع اللي انت كنت مدونه. مش في حاجات وقفت قصادك وانت عملت عليها بالماركر؟ ما هي دي الداتا المفروض المراجعة، انت بتراجع اهو، اتفضل بص عليها. يبقى أول حاجة انت هتعمل ايه؟ برين ستورم، هتعمل عصف ذهني وتدون اللي مش فاكره في ورقة. تاني حاجة تبص على الحاجات اللي انت كنت معلم عليها بالماركر، او المسائل اللي انت كنت حللها قبل كده والكلام ده كله. واهم حاجة اللي انت كتبته ده اهو تفضل طول النهار تبص عليه، دقيقة مش هياخد منك دقيقة، بس اخر اليوم ان شاء الله هتلاقي نفسك فاكره. بس كده، ده كان فيديو النهارده. وقولي عايزين ايه الفترة الجاية، لاني انا باخد وقت كبير عشان احضر الفيديوهات دي. ربنا يوفقكم يا رب. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.